lobby has to go. Hey, hey, ho, ho, nuclear lobby has to go. Hey, hey, ho, ho, nuclear lobby has to go. عند الحديث عن المشروع النووي المصري لتوليد الطاقة في منطقة الضبعة، قبل اتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض يجب عرض بعض الحقائق العلمية والسياسية على المواطن المصري من أجل أن يتمكن من اتخاذ القرار بناء على معلومات دقيقة وشفافية في المعلومات المعروضة. سوف نقوم الآن بعرض بعض المعلومات العلمية والسياسية الخاصة بالطاقة النووية وبمشروع الضبعة على وجه الخصوص. ولن نبدأ بالحديث عن الأمان النووي أو كيفية إدارة المنشأة النووية في مصر، وإن كان هذا الأمر يحتاج إلى استفاضة كبيرة في الشرح والتفاصيل قد لا يتسع لها المجال الآن. سنبدأ بالحديث عن النفايات وكيفية التخلص من النفايات النووية وكيفية دفنها والتخلص منها. النفايات النووية المشعة المضرة للإنسان والمسببة للعديد من الأمراض والسرطانات الخطيرة والتي تؤدي إلى تدهور كبير في صحة الإنسان والمواطن المصري وفي الوضع البيئي المصري، تشكل هذه النفايات خطرا كبيرا، خاصة بعض المواد المشعة مثل اليورانيوم والبلوتونيوم. ويعرف عمر النصف لمادة نشيطة إشعاعيا هو الزمن اللازم لكي يحدث تحلل إشعاعي لنصف العينة المأخوذة من المادة. يبلغ بالنسبة لمادة اليورانيوم حوالي 4.4 بليون عام، أي أكثر من عمر الأرض نفسها على ما يبدو. إذن فهو خطر أبدي، ويظل الخطر من الإشعاع الذي يؤدي إلى السرطانات والأمراض كبيرة. فضلا عن ذلك فإنه يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية والمخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية الموجود في إقليم الساحل الشمالي المصري، ذلك الإقليم الذي كان في وقت من الأوقات يزرع حوالي 44% من كمية القمح المزروعة في مصر عندما كانت مصر هي سلة الغذاء العالمي. وبالتالي فإننا أمام مخاطر تلوث المياه الجوفية وقضاء على فرص التنمية المستدامة والزراعة في إقليم الساحل الشمالي المصري، في الوقت الذي تتخلص فيه الكثير من دول العالم مثل ألمانيا وبلجيكا والنمسا والسويد وغيرها من المفاعلات النووية. فعلى سبيل المثال اتخذت ألمانيا قرارا بغلق جميع مفاعلاتها النووية بحلول عام 2020. اتخذت إيطاليا قرارا بالإجماع بنسبة 94% على عدم إنشاء مفاعلات نووية على أرضها. في ذلك الوقت تبحث بعض الدول عن مدفن للنفايات النووية في الدول النامية. وبالفعل في مصر في مارس 2010 هناك مفاوضات مع محافظة مرسى مطروح لدفن بعض النفايات النووية لأحد الدول الأجنبية بهذه المنطقة. ونقف تماما ضد الموافقة على مثل هذا الاقتراح أو مثل هذا المشروع في حالة حدوث كارثة نووية، وهي ليست بالنادرة وليست بالبعيدة. فوكوشيما انذار، لما قلنا فوكوشيما انذار قالوا لا أصل الضبعة مفيش فيها زلازل ومصر آمنة. سبحان الله تاني يوم جه زلزال 6 ريختر وتسجل في الضبعة. قالوا لا أصل احنا هنبنيها تستحمل 8 ريختر وتستحمل موجة مش عارفة 10 متر. الكلام ده احنا بنصارع الزلزال. هم ناسين ان آثار الإسكندرية الغارقة أغرقت في تسونامي وزلزال في الماضي. يعني طب ليه الكفاءات العالية لم تمنع الحوادث في البلاد الأكثر تقدما؟ يعني هل الكفاءات في اليابان ضعيفة؟ لا، اليابان مشهورة بأنهم أكثر الشعوب التزام وأكثر الشعوب كفاءة وأكثر الشعوب تطور تكنولوجي. وبالرغم من كده لما حصلت عندهم حادثة نووية كانت النتيجة حالة من الارتباك الشديد، وقعدوا حوالي 22 يوم يحاولوا يصلحوا على قد ما يقدروا، واستعانوا بفرنسا واستعانوا بأمريكا. وشوفي حجم
المصايب والكوارث اللي ممكن تنتج في المفاعلات اللي هم بيتكلموا عنها، اللي هي مفاعلات الماء المضغوط. ليست آمنة وليست بعيدة عن المشاكل وليست بعيدة عن الكوارث ولا بعيدة عن انصهار قلب المفاعل ولا الكلام ده، لأن دي منشأة طويلة العمر. في فترة العمل بتاعتها بيبقى كل الأجزاء الداخلية متعرضة لحرارة عالية، متعرضة لضغوط عالية، متعرضة لتآكل، متعرضة لكيماويات. الكلام ده مكتوب على موقع طاقة نووية يعني. فالمفاعلات الجديدة ليست آمنة 100%، هذا كذب. Hey, hey, ho, ho, nuclear lobby has to go. Hey, hey, ho, ho, nuclear lobby has to go. Hey, hey, ho, ho, nuclear lobby has to go. One solution. One solution. One solution. The 21st century is the century to get rid of that absolutely disruptive and old-fashioned technology. We are actually not going to do this only because we are emotional, only because we believe that dangerous is not a choice. We are convinced that we have to change this technology and to get rid of it because it is not responding to what we need to become a sustainable and energy efficient society and economy, and because we know that there are alternatives. إذا تحدثنا عن العالم بشكل عام واتجاهه للتخلص من الطاقات النووية، من توليد الطاقة من الأسلوب النووي، والاتجاه إلى الطاقات البديلة والمتجددة، فنجد أن العالم يبحث عن دول نامية. فنجد أنه الشركات التي تقوم ببناء المفاعلات النووية وصيانتها ومتابعتها قد تعاني من مخاطر الكساد والركود في هذه الصناعة، مع اتجاه معظم دول العالم إلى الطاقات البديلة والمتجددة. وبالتالي كان يجب أن يكون البديل أمامها بعض الدول النامية لكي تسوق إليها فكرة الطاقات النووية، وتقوم أيضا بدفن النفايات النووية لدول أخرى بأراضي هذه البلاد، منها مصر على سبيل المثال. وحدث بالفعل في أحد الدول الإفريقية وهي بنين، أن أصبحت مدفنا للنفايات النووية لبعض البلاد، حتى أصبحت البلد تقريبا بالكامل مدفنا للنفايات النووية، ويعاني أهلها من التدهور الكبير جدا في الحالة الصحية والوضع البيئي بالنسبة لهذه الدولة. إذا تحدثنا عن الجزء البديل أو ما هي الطاقات البديلة التي نملكها، تملك مصر إمكانات هائلة في الطاقات البديلة والمتجددة. فمثلا على سبيل المثال الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة من الإشعاع الشمسي ومن الطاقة الشمسية، تتميز مصر بأكبر نسبة إشعاع شمسي، وتتراوح ما بين 5 و7 كيلو وات اور للمتر المربع للساعة الواحدة، وتصل أحيانا إلى في بعض الظروف الاستثنائية إلى 8 كيلو وات اور للمتر المربع بالساعة. وهذا يعني أن مصر تستطيع الاكتفاء ذاتيا بالكامل من الطاقة الشمسية، بل وتصديرها إلى شمال أفريقيا وإفريقيا وأوروبا وأقاليم أخرى. كما تملك مصر أيضا فرصة توليد الطاقة من الرياح. فمثلا على سبيل المثال في منطقة الزعفرانة تصل سرعات الرياح من 9 ل 10 متر في الثانية، وهي من أعلى أيضا سرعات الرياح التي توفر إلينا إمكانية توليد الطاقة من الرياح. وبالتالي فإن اتجاهنا إلى الطاقات البديلة والمتجددة النظيفة التي لا تؤثر بالسلب على صحة الإنسان أو على البيئة بأي شكل من الأشكال يكون هو حلا بديلا، وحلا يوفر أيضا دخلا كبيرا
إلى الوطن عن طريق الاكتفاء ذاتيا وتصدير من هذه الطاقات البديلة والمتجددة. Here's a formula to think about. Old habits plus old technology have predictable consequences. Old habits that are hard to change plus new technology can have dramatically altered consequences. We have to use our political processes in our democracy and then decide to act together to solve those problems. But we have to have a different perspective on this one. It's different from any problem we have ever faced before. You remember that home movie of the Earth spinning in space? One of those spacecraft continuing on out into the universe, when it got 4 billion miles out in space, Carl Sagan said, let's take another picture of the Earth. You see that pale blue dot? That's us. Everything that has ever happened in all of human history has happened on that pixel. All the triumphs and all the tragedies, all the wars, all the famines, all the major advances. It's our only home. And that is what is at stake. Our ability to live on planet Earth, to have a future as a civilization. I believe this is a moral issue. It is your time to seize this issue. It is our time to rise again to secure our future.